أهلا بيكم في قناة مصر أرض الحضارة والتاريخ. دي فاترينة الأدوات الزراعية في متحف الحضارة. الفاترينة فيها مجموعة من الأدوات الحجرية الجميلة جدا، وأول حاجة بتقابلنا فيها هي تمثال المساح بن حر. وده لأن قبل المزارع ما يبدأ يزرع الأرض بيجي المساح عشان يقيس مساحة الأرض ويحددها، عشان كل مزارع يبقى عارف حدود أرضه. والمساح بن حر كان مسؤول عن قياس مساحات أراضي الدولة والأفراد، وكمان قياس مساحة المعادن، وده في عصر الدولة الحديثة في الأسرة التسعتاشر. وبيظهر هنا المساح بن حري وهو ماسك الحبل اللي بيقيس بيه، وفوق الحبل بيظهر الكبش المعبود آمون، وأسفل الحبل حية الوجد رمز الحماية لمصر العليا. تاني حاجة بتقابلنا في الفاترينا هي حبل حقيقي كان بيستخدم في قياس الأراضي، عثر عليه في أحد المقابر. ودي شنطة كان بيتم وضع البذور فيها قبل غرسها في الأرض. أما دول مجموعة من الألعاب يقال إن المصريين القدماء كانوا بيستخدموهم للتسلية وقت الفراغ. وبعد كده في مجموعة من الفؤوس الخشبية اللي كانت بتستخدم في تقليب الأرض الزراعية، والمجموعة دي من أقدم أشكال الفؤوس المعروفة، وتعود لعصر الأسرة الأولى من مقبرة في سقارة لشخص يدعى حماق. ودول مجموعة من المناجل اللي كانت بتستخدم في حصاد المحاصيل الزراعية، وكانت بتصنع من الخشب ويتم تطعيمها بشفرات من الزرار. والمجموعة دي برضو عثر عليها في مقبرة حماقة في سقارة. وآخر حاجة في الفاترينا هي مجموعة من الأواني لحفظ الحبوب وحمايتها من التلف واستخدامها وقت الحاجة، ومعاهم صومعة غلاف ضخمة حيث كانت توضع الحبوب فيها من الأعلى ويسحب منها حسب الحاجة من الأسفل، وكانت تغلق الفتحات بالخشب أو الطوب. والصومعة دي تعتبر من أقدم صوامع حفظ الحبوب التي عثر عليها في مصر، هي من عصر الأسرة الأولى، وعثر عليها في عزبة الوالدة في حلوان. أتمنى تكونوا استمتعتم بالفيديو، وتكونوا عرفتوا إن المصريين القدماء من أوائل الحضارات اللي عرفت الزراعة وعرفت تخزين الحبوب.